السلام عليكم. أهلا بيكي في سنبلة، المكان اللي مش بنجري فيه ولا بنمثل ولا بندعي إننا فاهمين كل حاجة. الحلقة دي يمكن من أكتر الحلقات اللي كنت محتاجة أعملها مؤخرا، مش علشان أدي إجابات، لكن علشان نقف سوا مع بعض ونسأل. انت عمرك وقفتي وسألتي نفسك أنا ليه متلخبطة؟ ليه تعبانة ومش فاهمة السبب؟ ليه كل ما ارتاح شوية الدنيا تلخبطني من تاني؟ يمكن المشكلة مش في حياتك، يمكن المشكلة إنك مش فاهماها صح. إحنا كتير بنعيش بس قليل بنفهم إحنا عايشين ليه، ولا إزاي، ولا رايحين على فين. لازم تعرفي خطوة مهمة قوي، إنك تفهمي قبل ما تحلي. إحنا اتعلمنا نحل لكن ما اتعلمناش نفهم، نصلح العلاقة، نغير الشغل، نضغط على نفسنا وبنكمل وبنعدي. بس قليل قوي لما نقعد ونسأل هو أنا أصلا محتاجة إيه. أنا عايزة أقولك إن الفهم مش رفاهية، الفهم بيكون أمان كبير جدا بالنسبة لك. لما تفهمي حياتك صح، مش كل حاجة هتهزك، مش كل حاجة هتكسرك، ومش كل حد هيكسرك، ومش كل موقف هيغيرك وتقولي أنا صح ولا غلط، ومش كل مشكلة بالنسبة لك هتكون نهاية العالم. ليه بنفهم حياتنا غلط؟ علشان احنا اتربينا نرضى، اتعودنا نمشي على توقعات غيرنا، صدقنا ان التعب الطبيعي ده هو الاساس وان الراحة دي قمة الرفاهية. افتكرنا ان الألم ده معناه ان احنا ضعاف، وده مش صح خالص. فبقينا بنلوم نفسنا بدل ما نفهمها. احنا بنقسو عليها جدا، بنكون قاسيين بدل ما نسمعها ونحتويها ونطبطب على نفسنا. اقرب حاجة لينا هي النفس اللي هي جوانا، اللي بتخلينا نقدر حتى نقف على رجلينا. احنا اللي المفروض نشجع نفسنا. شجعي نفسك بنفسك، قولي لنفسك كلمة حلوة، كافئيها، عوضيها عن أي حاجة شافتها لو ده متاح بالنسبة لك. الفهم مش استسلام، في فرق كبير بين إنك تفهمي وإنك تستسلمي. الفهم يعني انت بتقولي لنفسك أنا واعية، أنا عارفة أنا فين، وعارفة ليه بحس بكده، ومن هنا على أساسه أنا هبدأ أختار. لما بتفهمي حياتك ده بقى اللي بيتغير، انت بتبطلي تقارني، بتبطلي تجري، بتبطلي تحملي نفسك فوق طاقتها، بتبطلي جلد لنفسك وذاتك، بطلي تحطي نفسك في أماكن مش شبهك ومع ناس مش شبهك. اختاري دايرتك، حلو، وربنا يرزقك الصحبة الصالحة. بتبدأي تختاري صحبة أهدى، شغل أنسب، حياة أقرب لقلبك، تحسسك إنك عايشة. مضغوطة لأن الضغط حوالينا في كل مكان، بس على الأقل تقدري تكفري الضغط ده. عايزة أقف معاكي كده شوية وأقول مثلا إن دي وقفة وعي، وأسألك لو حياتك وقفت قدامك وكلمتك دلوقتي هتقولك إيه؟ وحاجة كمان، مين فيكم محتاج يسمع للتاني أكتر؟ خدي وقتك وما تستعجليش في الإجابة خالص. الحياة مش دايما محتاجة تغيير، الحياة محتاجة حاجة واحدة بس، إنك تفهمي. الحياة مش محتاجة إنك تهدي البيت، ولا تغيري الشغل، ولا تبعدي عن الناس وتاخدي جنب. أحيانا محتاجة تفهمي انت ليه تعبانة أصلا. الفهم بيخفف، حتى قبل ما الحل بيجي بيخليكي على الأقل توصلي لحل صح. أنا عايزة أقولك إنك مش تايهة، إنك بس لسه محتاجة تفهمي. ومفيش حد اتولد فاهم، على فكرة احنا بنتولد مش فاهمين أي حاجة، بنتعلم وبنغلط وبنفهم وبنغلط تاني وبنتعلم من أخطائنا، بس بنكمل في طريقنا الصح. فما تستعجليش خالص، ما تكونيش قاسية، وافتكري إن الفهم ده رحلة مش حكم أبدا انت هتديه لنفسك. هسألك بقى سؤالي اللي بسألهولك في آخر الحلقة، ايه أكتر حاجة في حياتك حاسة إنك محتاجة تفهميها صح دلوقتي؟ سيبيها لي لو عايزة تسيبيها لي وهرد عليكي، ولو عايزة تخليها بينك وبين نفسك برضو مفيش مشكلة. إنك قعدتي وسمعتيني ده في حد ذاته حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. وافتكري دايما إن سنبلة مش جاية تقولك تعملي ايه، هي جاية تمشي معاكي خطوة بخطوة وانت بتفهمي نفسك صح. واشوفك في حلقة جديدة يا جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.